يا مساء الخيرات. ازيكم ويا رب كلكم تكونوا في افضل حال. للي ما يعرفنيش، انا اسمي نيفين حمدي، انا كوتش ومدربة، يعني في مجال الكوتشنج ومجال التدريب. معتمدة من الاتحاد الدولي للكوتشنج ICF. هحاول النهارده ما اطولش عليكم، بس يعني اعذروني شويه لو طولت شويه. النهارده الحقيقه انا جايه بحاجه جديده، يعني مختلفه عن اللي كنت بيتم اثارته عندي على وسائل التواصل الاجتماعي، بخصوص اللي حصل لي في شغلي السابق، اللي هو مؤسسة ليجاسي للكوتشنج، وتحديدا مع صاحبها أحمد مجدي. طبعا أنا النهاردة مش هدخل في تفاصيل أنا قلتها قبل كده، احتراما لوقتكم طبعا، دي أول حاجة. تاني حاجة لأن خلص وقت الكلام، يعني وقت الكلام والشرح هو خلص. النهاردة بقى في الإثباتات، يعني النهارده بقى وصلنا لليفل الوحش، اللي هو بقى ايه، احنا خلصنا بقى من الحكاوي اللي بنسمعها من نيفين. فين ما يثبت كلامك؟ طيب ايه يا نيفين اللي خلاكي توصلي للمرحله دي دلوقتي؟ او ما انت خلاص كتبتي وبقالك كام يعني فتره كده ساكته. والله الحقيقه انا عندي لقطه كده في الحته دي، ألا وهو تدابير ربنا. يعني سبحان الله، الواحد على قد ما هو يكون لا خلاص تمام وانا مش هسكت خلاص، يعني ما انتهينا، يعني انا قلت كل اللي ممكن يتحكي، ولكن دايما بتلاقي ربنا بيبعت لك رسائل كده، وكأن إشارة من ربنا بتقول لك كمل اللي انت بتعمله. والحقيقة ده إحساسي من أول يوم، لأن أنا بمشي برضو في الموضوع ده بمبدأ يا فرعون إيش فرعونك، ما لقيتش حد يلمني. ففي بعض الاشخاص في الحياه لا، هي محتاجه تتدب كده على طول، تتدب ويتعرف مقامها، ويتشاور عليها ان خدوا بالكم من ده. فانا شايفاه ان انا مجرد سبب ربنا سخرني له ان انا اكشف ده. الحقيقه انا كنت في اجازه في مصر، والحقيقه حضرت حاجات كتير في مصر، حضرت ايفنتات ومؤتمرات وتجمعات كوتشز وكده. ما في مره انا يعني رحت في تجمع او كده، وكان في كوتشز افاضل ومحترمين جدا ومدربين، الا لما كنت بلاقيهم بعضهم بيجوا يسالوني نيفين، هو ايه اللي حصل بينك وبين احمد مجدي؟ ايه اللي حصل بينك وبين ليجاسي؟ انا بقى الناس دي كنت بحترمها جدا 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 جدا. ليه بقى؟ لان هم شافوا نيفين وجها لوجه، عايزين يتبينوا اكتر، عايزين يتاكدوا من الحقيقه. طبعا انا بقى ايه، ما كنتش بخلي الحقيقه، يعني ما عنديش حاجه اخبيها يعني، انا ما عنديش حاجه اخبيها. بس المره دي كنت بعمل ايه بقى؟ كنت بفتح لهم الموبايل، كنت بوري لهم الحاجه كلها. يعني والله بصوا يا جماعه، لما انا كتبت ده الاثبات بتاعه اهو، واسمعهم الفويسات واوريهم الشات، حقهم. يعني انا الناس دي حقها. حد يجي والله اصل نيفين دي مش بنت خالتهم يعني هيصدقوها كده عشان كتبت كلمتين على السوشيال ميديا؟ فانت مش مطلوب منك ان انت تصدقني على طول. فاي حد كان بيجي يسالني كنت ايه، بوري له على طول الاثباتات. ولكن فوجئت ان بعض الناس بتقول لي والله نيفين انت، يعني احنا من اول يوم واحنا محترمين شجاعتك جدا وعينك القويه لانك صاحبه حق، وان انت تقولي، بس المختلف ما بينك وما بينهم بيتكلموا يعني على ليجاسي، ان احنا لما بنيجي نسالك انت بتحكي وبتورينا كل حاجه وبتقولي. الغريبه ان احنا لما بنروح نسالهم بيردوا ردود مايعه، ردود مفتوحه، ما نعرفش منهم حاجه. وابتديت الاقي ناس بتبعت لي، يعني انا اوريدي كنت عارفه الكلام ده من قبل كده، بس ابتديت الاقي بقى ناس كتير بيبعتوا لي الردود بتاعتهم على السوشيال ميديا. هنشوفها طبعا مع بعض دلوقتي، ولكن ان دلت على شيء الردود بتاعتهم تدل على ان هم اجبن خلق الله. يعني هو الشخص الجبان ما هو الا ان هو ما يقدرش يواجه، فبالتالي لما تيجي تساله على اي حاجه هو مش عارف يرد عليك، يعني هيلف ويدور وخلاص. فهنا ده الفرق ما بين نيفين حمدي وما بين ليجاسي كلها بكل العاملين فيهم، وعلى رأسهم أحمد مجدي. فيلا بينا، احنا انتهى وقت الكلام قلنا، خلوني كده أبدأ معاكم. طبعا اللي لسه بيشوف الموضوع لأول مرة يقدر يدخل على وسائل التواصل الاجتماعي بتاعتي، سواء على الفيسبوك او على الانستجرام، مش هتتعبوا والله، انا عاملاه لكم اصلا في هايلايت يعني، وانا قررت باذن الله ان ده هيفضل موجود معايا لغايه ما ربنا بقى يسترد وديعته ان شاء الله. طالما الاكونت لسه مفتوح، اي حد هيدخل على الاكونت هيلاقي هايلايت كده موجود بقصه النصب والاحتيال من مؤسسه ليجاسي ليا في حقوقي وكل حاجه. فانتوا مش هتتعبوا، يعني هتدخلوا على هايلايت
كل ستوري هتطلعكم على الستوري اللي بعدها، لان انا موثقه كل البوستات وكل حاجه. فتعالوا كده نشوف الحاجات اللي انا كتبتها ايه الاثباتات بتاعتها. يعني انت كتبتي كذا يا نيفين، نصدقك ليه؟ فانا جايه النهارده عشان اقول لكم هتصدقوني ليه او ما تصدقونيش على فكره، بس كويس ان انا قلت الكلمه دي. انا من اول يوم وانا بقول والناس متابعاني، انا مش مستنيه مين يصدقني او مين ما يصدقنيش، بس انا جايه النهارده احط لكم الاثباتات بتاعتي قصاد الاكاذيب والنفاق بتاعهم، تمام؟ عشان نشوف الفرق. ليه بقى؟ علشان اسمي لما يجي في اي حاجه يسكتوا. يعني يا اما انت لو انت شخص جبان مش عارف تتكلم، فيا اما تسكت تقول معلش انا اسف مش قادر اتكلم خلاص، يا اما استحمل اللي هيحصل لما تقول كلام كده. اوكي، يلا تعالوا نشوف. اوكي، خلوني اعمل معاكم شير سكرين كده. تمام، ان شاء الله باذن الله كده يكون كل حاجه واضحه. طيب تعالوا كده نشوف ده اول بوست لما انا كتبت يعني التاريخ قدامكم اهو متعلم عليه، تمام؟ لما انا كتبت عندي على الفيسبوك، علشان برضو الناس كانت بتقول لي هو ايه البدايه، ليه ايه القلبه، يعني ايه اللي خلاكي فجاه تقلبي؟ لان انا طبعا في الشركه دي بقالي اكتر من 5 سنين وما كانش في حد غيري، يعني انا الشركه دي اللي مطلعاها بفضل ربنا يعني. فايه اللي خلاكي؟ السبب الاساسي هو زي ما كتبت في البوست كده، ان انا شايفه قيم ومعايير بتختفي وشايفه كواليتي بتقل. طب ايه يعني فين الاثباتات بتاعتك؟ يعني ايه اللي شفتيه خلاه كده؟ طيب تعالوا بينا يلا كده بتاريخ 29 يناير 2024، علشان ده برضو ردا على بعض الناس لما قالت لي يا نيفين طب هم كانوا فاكرين ان انا شايفه اوضاع غلط ومخله وقيم مش كويسه من زمان وكنت ساكته، وان دلوقتي انا قلبت. فلا، لا يا جماعه، ده ما حصلش. طول السنين اللي فاتت كانت الدنيا تمام، بس من نهايه تحديدا من الانيوال ميتنج الاجتماع السنوي بتاع 2023، وفي حاجات بالنسبه لي كانت مرفوضه. وانا وعشان انا شخص مش بطبعي ان انا ارمي الشكوى وخلاص، فكنت بحاول ان انا احسن على مدار السنه كامله. فدي كانت اول تريجر بالنسبه لي بتاريخ 29 يناير، لما فوجئت ان الكورس الاساسي بتاع الشركه اللي هو الكوتش المحترف اللي هو مفروض 60 ساعه تدريبيه، فوجئت ان الراوند الجديده اللي هتبتدي في اول السنه ان هي بقت ساعتين. وده كان المحادثه اللي ما بيني وما بينه، وانا بقول له ازاي ان الكورس بقى ساعتين بس والتوتال الباقي هيروح فين. وطبعا شهاده الكورس بتطلع ب 60 ساعه تدريبيه، وعشان تبقوا فاهمين انا كنت مسؤوله قسم التعلم فيما يخص كل حاجه، انا اللي المسؤوله عن الماتيريال، انا اللي مسؤوله عن اصدار الشهادات للناس. فطبعا لما لقيت الوضع ده بالنسبه لي مرفوض، يعني ازاي انا اروح احضر ساعه كورس التوتال بتاعه مثلا 28 ولا حتى 30 ساعه وفين نص الساعات التانيه؟ فده كان اول اعتراض ليا، ان انا فين؟ ليه قللتوا عدد الساعات؟ يعني احنا بالعافيه بنكمل الساعات، فانت ازاي مخليه ساعتين؟ كان الرد ان في تجديدات كتير هتشوفيها ان شاء الله. طبعا انا ما شفتش اي حاجه ما حصلش اي تجديد، وهتشوفوا ايه الاثبات اللي بعد كده. ما حصلش اي حاجه، وتم الانتهاء من الكورس في ساعات قليله جدا جدا جدا، ما كملتش اصلا 30 ساعه. اوكي، واحنا كان شغل برضو انا اللي عاملاه. كان عندنا منصه اسمها ليجاسي اكس. ليجاسي اكس دي كنت انا برفع عليها فيديوهات مصوره عباره عن زي مواد تعليميه بيشوفوها. توتال الساعات بتاعت الفيديوهات اللي متصوره اللي الطلاب بيشوفوها لا تتعدى الساعتين خالص، ساعتين بس. توتال الساعات كلها، توتال الفيديوهات كلها لا تتعدى الساعتين. فلو حتى حسبنا ان طبعا اكيد اللي بيشوفوني دلوقتي الكوتشز والمدربين عارفين ان في التدريبات في حاجات اسمها ساعات تعليم متزامن وساعات تعليم غير متزامن. يعني الكورس مش شرط لو الكورس طالع ب 60 ساعه مش لازم ال 60 ساعه انا اخدهم لايف، اخدهم اونلاين وجها لوجه. لا، ممكن تبقى عباره عن جلسات كوتشنج، اساينمنتس، حاجات تشوفيها. ولكن في النهايه لما نحسب ده كله ما وصلناش حتى ل 40 ساعه. تمام؟ فدي ده كده بتاريخ يناير 2024 اول اعتراض مني على المعايير بتاعه الكورسات. طبعا في النص كان في حاجات تانية كتير، تمام؟ يعني مفيش وقت ان انا اقعد اقولها ونقعد بقى نفتح الجروب بقى سوا ونقرا كل ده، ولكن انا بتكلم في نقطة المعايير الجودة.
ده كان جروب كوتشنج، الحمد لله الحمد لله ان انا ما كملتوش، ده كان قبل ما استقيل بكام اسبوع. برضو جروب كوتشنج، شهاده الكورس الجروب كوتشنج بتطلع ب 20 ساعه. ففوجئت ان بصوا انتوا واخدين بالكم ايه، المعايير عماله تقل، السيشنز الساعات بتقل، مش عشان معلش انا ما اقدرش اقعد ادرب انا 3 ساعات، انا يا دوبك اخركم معايا ساعتين. فتخيل لقيت ان الكورس بقى ساعتين، فبرضو بعت ازاي؟ فلا ده ده احنا بنعمل 6 لقاءات، اللي هو صباح الفل 6 لقاءات ايه اللي احنا بنعمله، واحنا على طول بنعمل 5، فضياع ضياع، احنا مش مركزين اصلا احنا بنعمل كام ساعة احنا مش مركزين بنعمل كام لقاء. فقلت له لا هم 5 لقاءات مش 6. نفس الكلمة ان شاء الله باقي الساعات نيو اساينمنتس، اوه لا لا في هناك تجديدات، وده نيو اساينمنتس، اي كلام، اي طبعا مفيش اي حاجه خالص بتحصل، لا نيو اساينمنتس ولا تجديدات ولا اي حاجه خالص، ما علينا. اوكي، فده اللي انا كان ايه المعايير. طبعا في النص حاجات هتظهر لكم دلوقتي، كلكعه كلكعه كانت بتحصل، كانت هي السبب ان الواحد ابتدى لا يقول ان خلاص المكان ده غلط، يعني انا خلاص عايزه امشي. دي حاجات البوست التاني اللي انا كتبته هتلاقوه برده مثبت عندي على صفحتي، الحاجات اللي هو ظلمني فيها، واللي انا بقول ايوه يا جماعه الناس دي نصابه، ايوه يا جماعه الناس دي منافقه، ايوه يا جماعه الناس دي واكله حقوق البشر، ما ده حقي، ده حقي يا جماعه، ده حقي ان هو يتقال. وارجوكم محدش يجي يدخل لي او يقول لي يعني فين، بس يعني الكلام ما يبقاش كده. ولا تنسوا الفضل بينكم يا جماعه، هو انتوا ولا تنسوا الفضل بيننا بالنسبه لي وهم مش عارفه ايه، مش حاجه اسمها كده. الظالم والمنافق وواكل الحقوق يتعمل له هايلايت ويتقال عليه ايوه انت نصاب، ايوه انت واكل حقوق، ايوه انت منافق، يعني ما فيهاش يا جماعه، ما فيهاش. اللي استحل انه ياخد حقوقك ويتطاول عليك ما تسكتلوش. في ناس بقى ما بتعرفش تعمل كده، انا مقدره ده كله، بس انا واحده من الناس اللي بعمل كده وما عنديش اي مشكله خالص. طب يعني ما انت مش خايفه من اي حاجه ولا ده فين التشهير؟ انا ولا تشهير ولا اي حاجه خالص، انا ماشيه قانوني، معايا بدل المحامي 3 محامين، 3 والله، يعني ما عنديش اي مشكله خالص. فاللي عنده حاجه يقول، لو انا بقول حاجه كذب، لو انا بتبلى على اي حد يجي في وشي ويقول لي انت بتتبلي عليا. فدي الحاجات اللي انا كتبتها. طيب ان اول حاجه اتنصب عليا في الكورس بتاعي بتاع فن الذكاء العاطفي اللي كان موجود على منصه ليجاسي اكس، والحمد لله من نتيجة النصب اللي هم عملوه انا مسحت الكورس ده من على المنصة قبل ما امشي. انا بقولها اهو، حقك تاخده بايدك، حقك تاخده بايدك على طول، ما تسيبش حد ياخد حقك. والله هم ما ادونيش حقوقي وقال لك مالكيش مكافأة نهاية خدمة، وعملوا كل قلة الاصل والنقص وانا ماشية، فانا هسيب لكم شغلي، رحت مسحاه، يعني اكيد طبعا عادي جدا. وطبعا مفيش مكافأة نهاية خدمة، وفلوس المنتورنج اللي انا ما خدتش عنها اي مليم خالص. تعالوا نشوف، هنصدقك ليه يا نيفين؟ فين الاثباتات؟ تعالوا نشوف بقى الاثباتات. طيب ادي اول اثبات على ان الكورس بتاعي كان بيتعرض عندهم على منصة ليجاسي اكس من اول اعلان نزل فيه، كان بتاريخ 17 اغسطس 2023، ولم اتقاضى عليه مليم واحد، وهو الكورس بتاعي from A to Z. الحمد لله. للي ما يعرفش، انا بعد ما مسحت الكورس ده من على منصة ليجاسي اكس، تم يعني تحميل الكورس ده على قناتي على اليوتيوب مجانا لوجه الله، صدقة جارية على ابويا، على الراجل اللي رباني وعرفني اكون ب100 راجل واقف للنصابين والمنافقين وما خافش من اي حاجة، ولاخر نفس بشاور عليك وبقول انت نصاب وانت منافق وانت كذاب، مفيش اي مشكلة خالص. طيب تعالوا نشوف فلوس المنتورنج. طيب يوم، انا عايزاكم تركزوا في التواريخ كويس قوي عشان التواريخ دي مهمه جدا، ده تاريخ 18 اكتوبر 2024، يعني نقول قبل ما استقيل بشهرين. طبعا السنه الاخيره حصلت استقالات كتير من عند حبايبي والله، ما كانوش بيعمروا، يعني ما كانوش قادرين يعمروا والله، والله اللي ربنا لطف بيهم. استقالات كتير والمدربين عندنا استقالوا، فما بقاش غيري انا واتنين كمان تحديدا اللي يقدروا يعملوا المنتورنج. وقتها كنت انا وشخصيه تانية، طبعا بيعملوا كورسات كتير جدا فمش ملاحقين على كلاسات المنتورنج. انا بقى كنت مسؤوله، نسيت اقول لكم كمان ان انا كنت مسؤوله عن قسم المنتورنج ومنتور، يعني عارفين مش عارفه اقول ايه، ما علينا. يعني انا كنت دلوقتي ماسكه قسم التعليم كله،
ماسكه المنتورنج ديبارتمنت، المفروض ان انا اشرف على المنتورز بلس ان انا بدي كلاسات منتورنج. وكنت ماسكه ليجاسي اكس كلها، انا اللي كنت مسؤوله عنها. فطبعا الناس كانوا في الجروبات بيعملوا قلق، لان المنتورنج بيتاخر عليهم، بيخلصوا الكورس بيقعدوا بالشهرين والثلاثه ما فيش اي منتور فاضي يديلهم كورسات. فزي ما انتم شايفين كده ان انا علشان انقذ الموقف فدخلت قلت له ان انا مضطريه ان انا افتح كلاس ثالث، وان انا ايامي كلها بقت منتورنج. طبعا اللي عارف شويه المنتورنج مرهق جدا جدا، لان انت بتقعد تسمع جلسات ما بين الكوتشز والكلام ده، فكنت بفتح الصبح وبعد الظهر، وكل كل ده انكلودنج المرتب بتاعي. يعني انت بالمرتب بتاعك اللي هو طبعا مش هذكره طبعا اكيد على بس الحمد لله قلته للناس اللي كانوا بيقابلوني، يعني مبالغ هزيله. وانا مش هتكلم في نقطه المرتب ده لان انا كنت راضيه في الوقت ده، فانا مش بتكلم، معلش كانت واخداني بس العاطفه والشركه دي بقى شركتي، وهي امي وهي ابويا، وانا والسمعه، ولازم نحافظ على سمعه الشركه، الناس عامله قلق فلازم انقذ الموقف. انا هفتح كلاسات منتورنج عشان الناس ما يقولوش ان المنتورنج بيتاخر عليهم. كنت بضحي بكل حاجه بوقتي وكل حاجه. فدي كانت اول حاجه ان انا قلت له ان انا ما قداميش غير ان انا افتح كلاس تالت وكده كل ايام هتبقى منتورنج. ودخلنا ميتنج وقتها علشان نشوف حل للمشكله، وابتديت اقدم له حلول. كانت من ضمن الحلول اللي انا قدمتها له: انت ليه ما بتجيبش منتورز من بره عشان تخفف علينا احنا الضغط، لان احنا مش ملاحقين، لان انا عندي شغل تاني. المهم عرض عليا وقال لي طب بصي بقى، بدل ما نجيب حد من بره ولسه يفهم نظامنا، بصي انت تفتحي الكلاس التالت ده وانا هحسبهولك بفلوس خارج مرتبك. قلت له والله هي مش موضوع فلوس، معلش انا كنت هبله، يعني انا عارفه والله ان انا بتشتم في سركم انت هبله، انا والله كنت هبله معترفه. قلت له مش موضوع فلوس، موضوع ان انا بجد ارهقت، يعني انا تعبت، انا مش بلاقي وقت ما بين كل. طبعا انا كنت ماسكه السبورت بتاع الطلبه، فطبعا برد على الرسائل على طول ومكالمات وكل الكلام ده. فقال لي بصي اصل مش هينفع نجيب بقى حد تاني دلوقتي ومش عارفه ايه والكلام ده كله. طب بصي بقى احنا يعني انت تعملي الكلاس ده وهديكي فلوسه اللي هي ايه بقى؟ بما يعادل 50,000 جنيه مصري. وتشيز طبعا اللي في مجال الكوتشنج وفي مجال المنتورنج هيعرفوا ان ده رقم قليل قوي قوي على المنتورز، وان رقم 50,000 جنيه ده طبعا قليل قوي 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 على اللي بياخده. ولكن وقتها والله العظيم ولا كان فارق فعلا معايا الفلوس. قلت له طيب خلاص ربنا يسهل، طب سيبني هظبط وقتي كده وهشوف مع الطلاب ايه اليوم المناسب. عدى كام يوم، وبتاريخ 28 اكتوبر بعت له قلت له ان انا بدات افتح كلاس ثالث، ليه كانت راوند رقم 22. تعالوا نشوف رده كده مع بعض، معلش هتعبكم معايا يعني هسمعكم بس معلش. بس يعني انت معايا بس كوني عامله دوكيومنتيشن للديتس بتاعت الستارتنج والاندنج، التفاصيل بتاعتهم كامله، وانا ان شاء الله وانس ان هم دي ار دان انا اول انفورم ابراهيم ان هو يحول لك ان شاء الله المبالغ الخاصه بيه كده. اوكي. طبعا هو قال لي تمام، وبما ان دي حاجه خارج المرتب بتاعي فبيقول لي ان انت لما تخلصيها تمام قولي لي وانا هخلي ابراهيم يحول فلوس. ابراهيم هو اللي ماسك قسم الماليه عندي. طيب تعالوا نشوف بقى. لا 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 بص احنا كنا في 28 اكتوبر والكلاس خلص وكل حاجه، بصوا لغايه 10 فبراير. صباح الفل يا ابراهيم، فين الفلوس؟ مفيش فلوس، بابا ما بعتش فلوس. لا ما بعتش فلوس. طبعا ده الكلاس ده طبعا انا اللي حصل لما استقلت في شهر 12 كتبت الموضوع ده، بس خلوني اقول لكم سريعا. لما استقلت في شهر 12 انا كان معايا 3 كلاسات منتورنج، 2 انا بعتبرهم ان هم من ضمن شغلي وبالتالي لم اتقاضى عليهم اي حاجه، يعني داخلين ضمن المرتب بتاعي. والتالت ده اللي هو كان بيقول لي عليه ان هو بفلوس. ال3 كلاسات انا رفضت اسيبهم لما استقلت، لان انا لو كنت سبتهم الناس دي كانت يعني ما اعرفش كان هيحصل فيها ايه، مش هيلاقوا حد يعمل. عارفه والله وشايفاكي ولا شايفاكي يا سامعاك وسامعاكي بتقولوا انت مالك. ما هو معلش يا جماعه بقى، كل واحد عايش بقيم معينه في حياته. انا دلوقتي مشيت استقلت، ذنب الناس ايه؟ يعني ذنب الناس ايه؟ وكل واحد بقى، يعني بالذات الكلاسين التانيين الاولانيين دول كان فاضل ليهم مثلا شهر ويخلص. تمام. الكلاس التالت ده الحقيقه كنت لسه بادئه بس خلاص، والناس بقى كانوا عايزيني ولا يا كوتش نيفين وانتي معانا وما تسيبيناش والكلام ده كله. فكملت الكلاسز دي كلها. اللي حصل زي ما انا كاتبه برضو في البوستات كتير، ان انا جيت في نص الكلاس وبعت لهم يا جماعه انا خلصت نص الكلاس، ابعتوا لي الفلوس بتاعته. لا مش هنبعت،
يا جماعه انا خرجت من كل الزوم اكونت بتاعه الشغل وعملت زوم سبسكريبشن جديد واشتركت في زوم. ابعتوا لي اشتراك زوم طبعا. اشتراك زوم ده ادفع حاجه في الحياه انا ممكن ادفعها، انا اصلا عندي اشتراك على طول، فاهم؟ كنت بشوف يعني هم كناس هيتعاملوا باحترام للاخر ولا لا، بس الحقيقه يعني ما خيبوش ظن، الحقيقه كان تعامل غير محترم وغير لائق ان هم بيقولوا لي مالناش دعوه باشتراك زوم. حاجات بقى عفانه يعني، لا مؤاخذه في الكلمه يعني، بس حاجات عفانه وقله اصل. فتمام تمام اوكي، خلصت الكلاس وبعت ايميل رسمي ان انا خلصت كلاس، محدش بعت حاجه. بعت للي مسؤول عن الماليه، محدش بيبعت حاجه، مش اي حاجه، وحتى يومنا هذا محدش بعت لي الفلوس. يبقى انا كده دي الاثباتات بتاعتي فيما انا كتبت، علشان يوم ما حد يجي يقابلني زي اللي كانوا بيقابلوني في مصر، هو يعني فين ايه اللي حصل، وبطلع اوريهم، كنت بوريهم الكلام ده، كنت بسمعهم الفويسات والكلام ده كله. فيبقى انا كده من ناحيتي انا كنيفين انا وريتكم انا ليه كتبت ده، كتبت ده عشان ده، كتبت ده عشان. طب ما تيجوا بقى نشوف الاكاذيب، تيجوا بقى نشوف الاكاذيب، الاكاذيب اللي خلتني اعمل الفيديو ده النهارده، علشان اوري لك انت قد ايه كذاب، انت قد ايه منافق، انتوا قد ايه قد كده، قد كده. لان باللي انا هعرضه دلوقتي ده الناس هتعرف قيمتكم كويس جدا جدا. طيب، في شهر 2 فبراير، يعني فبراير 2025، الموضوع بقى كان لسه في اوله وانا عرضت كل اللي حصل لي والكلام ده كله، فجت واحده بعتت لهم بتسالهم عن صدق اللي نيفين بتكتبه، او ايه الموضوع، ليه بقى ده حصل ما بينهم. ما تيجوا كده نشوف اول رد ليهم. بصي يا ستي، الموظف اللي دلوقتي بيقوم بإحداث الادعاءات علينا احنا اوريدي أخدنا اتجاهه كافة الإجراءات القانونية، ولكن احنا مش حابين أكيد إن احنا نكون بنقحم حضراتكم الكوتشز يعني في أي تفاصيل تخص موظف خلاص ما بقاش معانا جوه المؤسسة. والحقائق خلاص يعني كلها هيوضحها القضاء، يعني زي ما قلت لك احنا اوريدي أخدنا إجراءات قانونية والحقائق هو اللي هيوضحها القضاء خلاص. وحضرتك الله، الله، انا اموت في الردود المتستفه دي، بحبها جدا. طبعا انا مش هعلق على اللي مسجله الاوديو ده ولا هقول اسمها لان هي عارفه نفسها، بس قد ايه انت عارف توصل الكذب للتيم بتاعك وتخليهم وتجبرهم على ان هم يقولوا للناس حاجات مش حقيقة. ده كنا في تاريخ فبراير 2025، وده شكلي وانا قاعدة مستنية القضاء. يا رب مستنية القضاء، مش عارف القضاء ما جاش ليه، خلينا قاعدين مستنيين يمكن يجي. طب ما تيجوا نشوف بعد كده، شوف كده القضاء عمل ايه. تاريخ مايو 2025، حد برضو بعت لهم يسألهم على صدق، المرة دي بقى اللي بعتت أول مرة دي كانت بعت لهم على رقم المبيعات، المرة دي مبعوثة على صفحة أحمد مجدي نفسها الرسمية، صورته أهي تحت. عايزاكم كده تقروا ردود وتتمعنوا فيها. طبعا مبدئيا هو رد متاخد من شات جي بي تي تيبيكال حاكم، هو يحب شات جي بي تي قوي للامان، بيموت في شات جي بي تي، وبياخدوه ما شاء الله، ما عندهمش كرياتيفيتي خالص، بياخدوا الكلام من شات جي بي تي يحطوه، حتى ما حدش بيراجع عليه. بص بص، هي البنت بعد تسأل انا عايزه اعرف ايه حقيقه الكلام اللي نيفين بتقول. بص بقى، مساء النور، اشكرك على انصافك وتحريك انصافك ايه يا جماعه، انتوا هبل، انصافك انصاف يعني هي نصفتكم، هي ما نصفتكمش. هي البنت جايه تسأل بتقول ايه؟ قبل اي اصدار حكم والخوض مع الخائضين، لا ندخل بقى شويه كلمات كده نبروز الصوره الدينيه عشان الدنيا تمشي معانا حلوه. وهذا يدل على خروج ما نشر من ادعاءات غير صحيح اطلاقا. يا راجل هبل، انا مجنونه هيودوني مستشفى المجانين. ولا ان الموضوع دخل في اطار قانوني، فنحن ملتزمين بعدم الرفض، وممتن جدا لاهتمامك وسؤالك، وقلبي يطمئن بوجود كوتشز مثلك. يا الله يا الله، جسمي اشعر، جسمي اشعر. يا نهار ابيض، لسه هو القضاء من شهر 2 لغايه شهر 5 لسه ما عملش حاجه. طيب يا مسهل يا رب، يا الله يا ولي الصابرين، قاعدين مستنيين القضاء، مش عارفه القضاء، مش نستنى. ايه ده لسه هنستنى؟ هتستنوا، تعالوا. دي بقى بنوته جميله جدا جدا، وهي اللي دخلت عندي في التعليقات وكتبت لي لسه من كام يوم وحطت لي سكرين شوت بكل المحادثه دي لسه بقى من كام يوم، 21 اغسطس 2025. البنت بعتت زي ما انتوا كاتبين شايفين كده،
وتسالهم في ايه. طبعا ما ردوش، قعدوا يوم ونص ما ردوش، راحت بعتها لهم تاني راحوا مردين. عايزينكم برضو ايه تركزوا كده في الكلام. لا احنا بنركز على نفسنا والخدمات اللي بنقدمها، واي حاجه غير الاطار الرسمي ده ملناش دعوه بيها خالص تماما. ودي تفاصيل شخصيه، تفاصيل شخصيه، اصلا هو ابن خالتي اصله فانا متخانقه معاه، فمش عايزين ندخل خالتي في النص. تفاصيل شخصيه يا جماعه، انتوا هبلي. يعني لما تردوا حتى رد، يعني اعقلوا الكلام. طبعا الرد ده بيعدي عليه هو الاول، يعني اللي ماسكه اداره الصفحه هي ما بتردش من نفسها، يعني هو بيعدي بكذا بروسيس كده تمام، وبيقولوا لها خدي الرد ده حطيه تمام. طب ومش عارفه ايه، ولو عايزه تسالي على برامج الكوتشنج، راحت البنت رده قالت تفاصيل شخصيه ايه، او نيفين حمدي عرضت اللي موجود ازاي شخصيه. نيجي بقى نعطل؟ لا ما نعطلش، ما احنا عندنا الرد الاولاني بتاع شات جي بي تي ده اللي احنا ردينا عليه على الكوتش الاولاني، حطوه يا جماعه، ابعتوه لها كوبي بيست. يلا اشكرك على انصافك، تاني انصافك، نفس الغباء، مش ممكن انصافك هي كده نصفته. وتحريك البيانه قبل الخوض مع الخائضين ما نشر من ادعاءات غير صحيح اطلاق في اطار قانون، ممتنين جدا لاهتمامكم. بص بقى انا هعمل لكم كويز، انتوا تحطوا الصورتين السلايد اللي فاتت دي واللي قبلها وتطلعوا اوجه التشابه، شوفوا قولوا لي كام كلمه طلعت. وليكم مسابقه عندي كوتشنج سيشن 3 اللي هيطلع كام كلمه متشابهه ما بين الردين، اللي هو الرد في شهر 5 والرد في شهر 8، والله له كوتشنج سيشن هديه عندي. ايه رايكم بقى؟ راحت البنت رد الرد ده وقالت لهم لا خلاص، شافتهم بقى ايه ردود هبله، فقالت لك بقى خلاص. ده كلام، ده كلام ناس يا جماعه. فين يا جماعه القضاء؟ انا قاعده مستنيه بقالي كتير جدا. لا استنوا كده ثانيه واحده، يكون معكمش فلوس، يكون معكمش فلوس ان انتوا توكلوا محامي. طب خد الفلوس بتاعتي اللي عندك اعمل بيه. استنى كده، لا ممكن ما يكونش عارف بقى يروح فين. اقول لك انا بقى تروح فين، روح بني سويف. ايه رايك في بني سويف؟ مكان العنوان الوهمي اللي انت كاتبه في السجل التجاري بتاعك في ان هو على بني سويف قدام مدرسه ابن خلدون. روح هناك واعمل لي شكوى واعمل لي قضاء. ده كلام؟ ده كلام ناس محترمه يا جماعه. فين القضاء؟ انا قاعده مستنيه القضاء، مش عارف هو القضاء جاي ماشي على رجله ولا مش؟ شهر 2 يا راجل، لغايه شهر 8 القضاء، وعشان كده احنا ملتزمون الصمت. لا اقول لكم الكبيره بقى، واحد دخل معاه كوتشنج سيشن وساله سؤال صريح، يعني ايه ردك على الادعاءات اللي نيفين بتقولها؟ قال له استغفر الله العظيم استغفر. كان قاعد طول السيشن بيستغفر، معرفش ليه تمام، كان قاعد بيستغفر. وقال له احنا ارقى من ان احنا نرد على كده. يبقى احنا دلوقتي يا جماعه لازم بقى ركزوا بقى في التفاصيل. احنا عندنا دلوقتي ردين، لو حد وجها لوجه بيقول له احنا ارقى من ان احنا نرد، لو حد بعت رساله نقوم لاطعين الرساله اللي هي من شات جي بي تي دي، وانصافك وتحركي والخوض مع الخائضين وقلبي مطمئن بالكوتشز اللي زيكم. عيب، عيب، عيب. نيفين حمدي هي اللي هتعلمك العيب. نيفين حمدي لما سيرتها تيجي في اي وقت، طالما انتوا جبنه ومش قادرين تواجهوا، في اياكم تقولوا كلمه كذب، عشان لما هتقولوا كلمه كذب هطلع ابين كذبكم ونفاقكم وقله اصلكم باللي انا بعمله دلوقتي ده. تمام؟ تعالوا نكمل. وفي الاخر جس وات، عملوا بلوك للبنت. طبعا جننتي تسالي على نيفين، نعمل لها بلوك. وده اكبر شيء يدل على ان انتوا بني ادمين جبنه، جبنه ما تقدروش تواجهوا، ولا تقدروا تقفوا قدامي، ولا تقدروا عينيكم تيجوا في عينيا. عشان الكذاب والمنافق والنصاب دايما هيكون جبان، لكن اللي معاه الحق هيبقى واقف لكم كده بالمنظر ده من هنا لمده 100 سنه قدام. كل ما هتيجي سيرتكم هقول نصابين وهقول كذابين وهقول منافقين، وهطلع ابين الحقيقه دي ومش هخاف من حاجه. تمام؟ نكمل. طبعا انا عشان اعمل اللي عليا بعد ما استقلت عملت شكوى للجهات المختصه بالمعايير والقيم اللي قلت خالص، عشان اللهم بلغت اللهم فشل. مش هتكلم على اتخاذ الاجراءات في الشكوى الجهه المختصه، لان في حاجات كتير جدا هم ما قدروش يوصلوا لها بسبب ان المحادثات بالعربي والكلام ده كله ما عرفناش نثبتها. بس ما علينا. بس تعالوا اوريكم الراجل اللي عنده اخلاق، اللي بيتكلم بالقيم، اللي بوستاته كلها قال الله وقال الرسول، ولا تخوض مع الخائضين ولا تغتاب واستغفروا الكلام ده كله. قال عني ايه بقى؟ قال عني ايه للجهات المختصه؟
ده جزء من الايميل صغنطط كده من الريبورت اللي وصلني من الجهات المختصه. الحقيقه انا بيوصلني كل حاجه. الترجمه بالعربي عشان يعني ما اطولش عليكم. السبب الاساسي والرئيسي لاستقاله نيفين هو رفضها تلقي ملاحظاتنا التطويريه كشركه وكمدير لها قبل نهايه العام ومناقشه الكي بي ايز. انا بقى بص والله العظيم اول ما شفت كلمه كي بي ايز دي ضحكت وهلكت ضحك. كي بي ايز ايه؟ كي بي ايز ايه يا حبيبي؟ انت ما عندكش اصلا سيستم في الشركه. انا لازم اقول لكم والله اضحكوا معايا على موضوع كي بي ايز دي. كي بي ايز ده طبعا يعني مش عارفه يعني هو يعني معايير للي مش عارف. معايير المفروض تتحط كأي لما تبقى الشركه محترمه. ده لما تبقى الشركه محترمه بتحط معايير كده معينه وانت المفروض كموظف تمشي على المعايير دي طول السنه. اضحككم بقى. حطوا المعايير دي اللي هو المعايير دي لما تيجي تشوفوها تلاقيها ملهاش اي علاقه بشغلنا بس ما علينا. وجابوا واحده عينوها انا مش هذكر اسمها اصلا عينوها ككواليتي اشورنس يعني مانجر او يعني مراقب جوده. يعني تراقب الجوده تطمن ان الحاجه ماشيه تمام. هوب فجاه في نص السنه الاقي في ميتنج مع الشخصيه دي. ده كان من ضمن اعتراضاتي واللي انا مسكته فيها. يعني مش عايزه اقول لكم عملت فيه. قلت له انت مين اللي انت جايبها لي تقعد معايا في الكي بي ايز دي تفهم ايه في شغلنا؟ يعني زيرو سي او وزيرو ليدرشيب. هو يعني ولا عارف تقود شركه ولا عارف تحط الناس في مواضعها الصحيحه. وكل من هب ودب اي حد يلا خد حطه في اي مكان. ايه ده؟ ايه العك والقرف ده؟ واصلا ولا كان في ملاحظات تطويريه لسبب بسيط جدا. ده انا اللي معلماكم الشغل الصح. ده انا اللي معلماكم يعني ايه سيستم. ده انا كنت بشيل وراكم بلاوي وغلطات. وخليني ساكته بقى عشان ما اطولش بس الفيديو اللي انا بطوله اللي انا بقوله دلوقتي ده خلي الطبق مستور. فلما تيجي تقول حاجه زي كده فاكرني هسكت لك؟ لا والله ما اسكت. تعالوا بقى للقنبله. بل يبدو ان شكواها هي رد فعل انتقامي على الملاحظات المتعلقه بالاداء التي تلقتها كجزء من عمليه تطويريه قياسيه. ورحمه ابويا اللي ما بحلف بيه كدب ابدا ولا عمره جرؤ يديني ملاحظه. يعني ده هو بنفسه قال لي انا اصلا ما بعرفش اقول لك حاجه. انت قبل ما الحاجه بتبقى مطلوبه اعمليكي عاملاها. انا كنت بصلح عليه هو شخصيا. كان في اللالا لاند. فلما انت تبعت حاجه زي كده ده انت مش يعني قله اصل وطي. ده انت كل الحاجات اللي ممكن تتقال. فلو فاكرني ان انا هسكت لا انا مش هسكت. طب تعالوا افاجئكم بقى. ايه مش انا استقلت في شهر 12؟ لا 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 شهر 7 نيفين كانت طالعه ليجاسي ستار. اوه لا لا ليجاسي ستار. تفتكروا ليه بقى يا حبايبي كنت ليجاسي ستار؟ تعالوا نسمع جزء صغنطط كده بس من الفويس. نيفين طلبت اجتماع. الكلام ده حصل قبل السي بي سي اللي فاتت بحوالي اسبوعين اللي هي الاخرانيه دي يعني. وقالت يا جماعه انا عندي كونسيرنز على الكواليتي اللي بتقدم بيها السي بي سي دلوقتي. وقالت انا عندي ملاحظات وسوف ان احنا محتاجين نعمل امبروفمنتس اكتر من كده خصوصا بعد التحول انتو بلندد ليرنينج بروجرام على ليجاسي اكس. حاسه ان في دروب حصل وشايفه ان ممكن نعمل 1 2 3. الاجتماع ده كان تريجرنج بالنسبه لي كترينر ان انا ابدا فعلا استريتش ماي سيلف تاني واقول ازاي البرنامج فعلا ممكن نعلي الكواليتي بتاعته. خرجت بشويه افكار عرضتها على كوتش نبيل قالت لي اوكي يلا ليتس بروسيد. الجميل كان في كوتش نبيل لم تكتفي بقى انها بس تريز الفلاج وتقول يا جماعه في مشاكل. لا كمان خدت على عاتقها انا كمان مشاركه معاكم في عمليه هبله. التنفيذ. انا هبله. انا هبله والله انا هبله. انا برحب بكل الشتايم اللي ممكن تتقال على الهبله. مش بس اديته خطه التنفيذ لا وشاركت فيها. طب انا مالي انا اشارك ليه؟ انا واحده لقيت مشكله وقلت وطلعت انا اشارك ليه؟ هبله معلش. خدوا بالكم وركزوا في التواريخ. فاكرين اول صوره خالص اللي عرضتها عليكم في يناير 2024 لما انا اعترضت على الكواليتي وقال لي هيكون في حاجات جديده؟ انا عدت 3 شهور انا ما شفتش. فرجعت عملت هايلايت تاني في نص السنه. يا جماعه انتوا قلتوا هتعدلوا وما تعدلش والكورس لسه ساعاته قليله. انتوا فين؟ فخدوا بالكم انا اللي عماله ببص على الغلط وعايزه احسنه. ولاني مش بقول الغلط وخلاص قعدت وعملت ميتنج وقلت له على كل ده. انا هدفي فيه ايه يا جماعه؟ هدفي ان انا الاقي الناس دي اللي تدخل الكورس تلاقي كواليتي كويسه جوده تلاقي ساعات تدريبيه مش مجرد حاجه احنا بنبيعها وخلاص. قعدت حطيت بلان
وزودت graduation projects جديده وشاركت فيها وصورتها وسجلتها علشان احس ان انا بعمل حاجه. فما كان منه غير في اخر شهر 7 انه قال لي برافو عليكي والله. فتفتكروا بقى اللي بتعمل كل ده، فانت بقله اصل لما تيجي عشان انا اشتكيتك للجهه المختصه عشان قله القيمه اللي انت بتقدمها، تقوم قايل لهم ان انا بعمل رد فعل انتقامي، ان انا اشتكيتكم عشان بنتقم منكم؟ مفاجاه مش كده؟ ما كنتش متخيل ان انا ممكن اعرض الحاجات دي، صح؟ ما كنتش متخيل ان انا ممكن ابين الحاجات دي. حقيقة انت ما تستاهلش الا كده، الا ان الناس فعلا تعرف حقيقتك. يقوم نعمل ايه بقى؟ بنيفين كتبت في البوست ان الجودة قليلة، انزلوا بهاشتاج جديد بيت الجودة، كواليتي، الهاوس اوف كواليتي. صدقتك انا كده بقى، يعني انا كده اشتريت. ما عشان ايه بقى؟ ليه احنا بنعمل كده؟ عشان لما ندخل عند نيفين ونقرا البوست بتاعها ان نيفين بتذم في ليجاسي ان هم ما عندهمش جوده، نطلع بقى بره نلاقي بقى ان لا ده ليجاسي حاطه ده. والله كلفت نفسك، عامل كام اللوجو ده؟ عامل كام؟ ها كلفك كام الفلاير ده باللوجو؟ وتعب نفسك ولوجو ودايره وهاوس اوف كواليتي وحاجات دي كلها. يا نهار ابيض. وبيت الجوده خلاص يا جماعه، لا ضن خلاص يا جماعه، دول عندهم هاشتاج اسمه بيت الجوده، اسمه هاوس اوف كواليتي. طبعا انا مش هتكلم على الناس اصلا اللي بتجيلي من عندكم لغايه دلوقتي ما كانوش يعرفوني، هم بس بالسمع بيشتكوا لي فعلا من الجوده لغايه دلوقتي، بيشتكوا لي من اللي جوه التضارب اللي بيحصل جوه الكورسات، وانت عارف كويس قوي. انا مش هتكلم في ده لان انا النهارده مش هتكلم على كلام مرسل، انا بثبت على طول. اوكي. ده لغايه هنا ده الجزء اللي يخصني، ولكن لاني من اول يوم متبنيه حقوق مارينا، وبرضه هتعرفوا عنها في البوستات بتاعتي. مارينا دي بنوته كانت في السيلز، ولان هم من يعني من اقل ما يمكن وناس قليله بجد وقليله الاصل عارفين ان البنت دي مش هتعرف تقف وتتكلم وتدافع عن حقوقها، فاكلوا عليها حقوقها. ولكن قسما بالله، قسما بالله ان انا واقفه لمارينا في حقوقها قبل حقوقي. وعايزه اقول لكم له اتلمت كتير جدا من صحابي كمان، يا ستي انت مالك؟ يعني انت اصلا عندك مشكله؟ انت مالك بمارين؟ لا، ربنا وجدنا هنا في الدنيا الاسباب، احنا مجرد سبب. زي ما لما اي حد يجي يفخم ويعظم في حاجه، نيفين شكرا جدا والله ان انت عملتي لي في الحاجه الفلانيه، انا برد عليها اقول لها مش انا اللي عملت، ده رزقك بتاع ربنا هو اللي عمله، انا ربنا انا عبد، ربنا منزلني مجرد سبب ان الحاجه بتاعتك تتم. فانا بعتبر ان انا نفسي سبب لحقوق مارينا. تمام. مارينا ديت بدون الخوض في اي تفاصيل، التفاصيل كلها هتلاقوها مكتوبه عندي في البوستات، اتاكل عليها مش بقى الحاجات بتاعتي، ده اتاكل عليها المرتب والكوميشن بتاعها، نسبتها في المبيعات. وانتوا عارفين كويس قوي ان السيلز بيكون عنده مبيعات. ليه يا جماعه اتاخد؟ طبعا هم مشوها فجاه كده، قالوا احنا خلاص مش عايزينك. والبنت ابتدت توضب كل الحاجات بتاعه الاوفر هاند بتاعتها. الحاجه الوحيده اللي مسحتها عشان كانت حاجه برايفسي وبرايفت ما بينها وما بين العملاء، الشات اللي ما بينها وما بين العملاء. وده لاسباب كتير جدا انا مش هخوض فيها، بس لان العملاء بيكون ليهم اسرار كتير جدا مع الناس بتوع السيلز في السؤال عن الكورسات، وفي ان هم يشرحوا لهم حاجات كده معينه عشان السيلز يقدر يريكومنديشن برنامج معين. فالبنت مسحت الشات، ولكن كل حاجه كانت موجوده على اللابتوب، فايلز، الداتا، اسامي العملاء، موبايلاتهم والايميل وكل حاجه. النوت الامبورتنت نوتس اللي قدامكم دي كانت مبعوثه في ايميل لمارينا، تهديد، يعتبر تهديد ان انت لو مسحتي الحاجات دي مش هتاخدي اي حاجه من حقوقك. وفعلا حتى يومنا هذا مارينا ما خدتش المرتب بتاعها ولا الكوميشن بتاعتها. تمام. طيب اليقين بالله بقى، معلش انا اسفه جدا ان انا طولت عليكم والله، بس حته اليقين بالله بقى دي انا مهم جدا ان انا اشرحها، وهي ان انا مع ده كله يقيني بالله انه هيرد لنا حقنا. تمام. انا كان سهل عليا جدا بالذات وانا في مصر ان انا كنت اروح واعمل لك محضر في بني سويف واعمل كل حاجه، بس تصدق وتامن بالله قول لا اله الا الله، انا استخسرت فيك ثمن البنزين، والله العظيم استخسرت ثمن البنزين. انا معايا 3 محامين والفلوس دي اخر حاجه انا افكر فيها. وارجو ان اللي بيسمع كلامي ما ياخدش كلامي من مبدا ايجو او نيفين متكبره، لا 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 لا، دي ثقه، دي اسمها ثقة. الواحد لما بيبقى عارف هو بيعمل ايه بيبقى واثق، ولا 50,000 حد يقف معاه، انتوا كلكم بشر، انا معايا رب العالمين، معايا رب العالمين.
اعظم من اي مخلوق على وجه الارض. فانا دايما يقيني بالله انه هيرد لي حقي. واحلى رد حق الصراحه لما يجي لك على متفرع فانت كل شويه لاقي حاجه. مثلا من ضمن ردود الحق وهشيرها معاكم ان منصه ليجاسي اكس اللي عليها الكورسات اللي بتتباع، ومنصه ليجاسي اكس اللي انا كنت تعبانه فيها وحط عليها الفيديوهات اللي الطلاب بياخدوها وبيشوفوها، كل حاجه اتمسحت من عليها. انا مش قادره اوصف لكم فرحه قلبي. استنوا بقى، دي مش شماته، اوعوا تقولوا انها شماته، واوعوا لما يكون عندكم حق عند اي حد تبقوا شمتانين. اقول لكم ايه الفرق. الشماته بتخلي مشاعرك واللي جوه قلبك كراهيه، تفضل شمتان وتغل وتكره. لا 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 لا، انا قلبي انضف بكتير من ان هو يشيل مشاعر كراهيه او مشاعر غل. وعلشان مين؟ عشان دول يعني انا اسوق مشاعري عشان خاطر دول؟ طب عشان خاطر حد يستاهل. ولكن اليقين بالله ده جميل جدا. كنت فرحانه جدا، ربنا جاب لي حقي. تخيلوا فجاه اعرف ان كل حاجه من عليها اتحذفت، معرفش ازاي. تمام، بس معلومه وصلتني. حتى لو انت اجتهدت ودخلت تاني الكورسات اللي بتتباع، عملت لها ابلود تاني، بس يكفي اللقطه ان انت بين يوم وليله لقيت الكورسات دي ممسوحه. يكفي ان المجهود والشغل اللي ربنا كان عالم وحده انا تعبت فيه قد ايه عشان الطلاب يدخلوا يتفرجوا، عشان اداري العك اللي انت بتعمله واكمل ساعات الكورس، اتحذف. فانت عشان تعيد بناء ده كده تاني هيبقى هتبذل مجهود. فانا الحقيقه فرحانه، انا فرحانه لان انا يعني هو ده وعد ربنا لينا يا جماعه. ده وعد، ده ربنا لينا، ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل. انا ربنا وحده عالم لما كنت بشتغل ازاي. فعمر اللي عند ربنا ده ما هيضيع. انت نصبت واكلت حقوق ونفاق وكذب وكل حاجه براحتك، بس كل ده مطلع عند ربنا. بس والنبي امانه بس خف شويه من البوستات. يعني عجبني قوي كان بوست عنده بيقول لك ايه، الواحد مش هيتحاسب بس على افعاله، ده هيتحاسب على اللي بيتشير على السوشيال ميديا. عارفين في كوميك كده نسيت احطه والله، كوميك كده لاحمد حلمي اللي هو احنا واتقوا يوما ترجعون فيه الى رب العالمين، وان احنا هنروح لوحدنا، انت مش جاي معانا ولا ايه؟ هو احنا بس اللي هنتحاسب على الحاجات اللي بتتشير على السوشيال ميديا؟ طب الباطن بقى، الباطن واكل حقوق الناس والنصب والحاجات دي ايه؟ انا كده خلصت. تمام، واسفه جدا 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 لو كنت طولت عليكم. تاني، نيفين حمدي لو جه سيرتها في اي حاجه، يا تتخرسوا ما تقولوش حاجه عن نيفين حمدي، لان انتوا اجبن من ان انتوا تقولوا حاجه. تمام، قولوا احنا مش هنتكلم، لا احنا ما نقدرش نتكلم. يا اما لما تتكلموا بالحق، ولانكم اصلا ما تعرفوش يعني ايه حق، وما تعرفوش يعني ايه اصلا ان انتوا تتقوا ربنا، ومش عارفه الحقيقه انتوا ازاي كلكم على بعض كده النفاق ده. يعني مش عارفه ازاي انتوا قادرين تطبخوها سوا، وازاي التانيين مصدقينكم. دي مش مشكلتي، طلعوا مع بعض. انما كلمه تانيه هيتذكر فيها اسمي وتكون الاجابه عليها كذب، هطلع واكمل الباقي. هكمل الباقي بقى كله بحاجات بقى كتير قوي. انا لغايه دلوقتي مش عايزه اجي جنب شويه ناس معينه في الشركه عشان عندهم عيال. انما لو اي حاجه فيها كذب اتذكر فيها اسم تاني، ده مش هيحصل كويس. كفايه ان الناس بقت عارفه حقيقتكم. وانا حقيقي فخوره بنفسي ان انا دلوقتي بسجل الفيديو ده وان انا هعرضه في كل حته. اللي عايز يعرف تفاصيل اكتر هيدخل عندي على السوشيال ميديا، الفيسبوك هحط لكم اللينك بتاعه، انستجرام، هيلاقي كل حاجه. بعتذر لكم جدا ان انا طولت عليكم، ولكن الحقائق دي بالاثباتات والمستندات لازم كانت تبقى موجوده. واشوفكم على الف خير، بس اشوفكم في حاجات حلوه وظريفه وحاجات فيها نفع وافاده، واشوفكم على الف خير.